السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حاجه بسيطه وكل الولاد والبنات وكل الاطفال والكبار والصغيرين بيحبوها. هنعمل حواوشي اسكندراني بالسجق. هنعمل اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. اول حاجه نعملها العجينه بتاعتنا. معايا كيلو من الدقيق، هياخد معايا كيس خميره، معلقه سكر، نص معلقه ملح، معلقتين لبن بودر، نص معلقه بيكنج باودر، ونص كوبايه زيت، نص كوب من الاكواب المعياريه، ومعايا كوب ونص حليب. ممكن تعمليها بميه لو مش متوفر الحليب، بس انا بحب اعملها بحليب عشان تبقى مغذيه اكتر للولاد. يبقى هنقول تاني: كيلو دقيق، كيس خميره، معلقه كبيره سكر، نص معلقه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، معلقتين لبن بودره، نص كوب زيت، وكوب ونص حليب. وهنعجن، ولو احتاجت حليب تاني او ميه ممكن نضيف. هنسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونبتدي ايه مع بعض نعجن على طول. اول حاجه معايا هنزل بالخميره، السكر، الملح، اللبن البودر، البيكنج باودر. هنقلب المواد الجافه مع بعض، ونبدا ننزل بالحليب بتاعنا. الحليب بتاعي دافي زي دمعه العين، دافي زي دمعه العين. هحط كوب ونص من الحليب، بسم الله. كوب ونص من الحليب، واعجن، ولو احتاجت هزود، ما احتاجتش يبقى تمام جدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب بتاعي يبقى دافي زي دمعه العين زي ما قلنا. كده يا حبايبي انا حطيت كوبايتين من الحليب، ولقيت كيلو دقيق معايا محتاج ميه تاني. انا عيرت كوب ميه دافي، بس مش هحطه طبعا كله مره واحده. انا هنزل بحوالي معلقتين واعجن لغايه ما تبدا تديني الايه القوام بتاعي، واحس ان العجينه بتاعتي لمت معايا. ما استعجلش في حط الميه لحد ما ايه تبدا تلم معايا العجينه، علشان ما ايه ما تطرش مني زياده عن اللزوم. وهنشوف في النهايه مقدار السوائل اللي خدته معانا هيبقى قد ايه. هي لسه كمان هتاخد كمان دول. بسم الله. ابدا بقى اعجنها عجنه كويسه كده. انا وصلت بالسوائل لحد كوبايتين حليب وكوبايه ميه دافيه، يعني 3 كوبايات من السوائل. العجينه بدات كلها تشتغل معايا، هيت بتبقى شديده بس شويه، بس مع العجن هتبدا تنعم معاكي. لازم تعجني كويس عشان تديكي عرق كويس لرغيف الحواوشي بتاعك. هي بتلزق بس كده في الاول، نعجن بس عجنه كويسه. بصي يا حبيبتي، انا مقدار السوائل بقى، احنا مش هنحسب مقدار السوائل، لان وانت بتعجني كل عجينه بتفرق، وكل دقيقه بتفرق عن غيرها. هتبداي الاول بكوبايتين، واحده واحده لغايه ما تخلصي مقدار الميه مش تخلصي مقدار الميه، لحد ما العجينه بتاعتك تبقى هي هتبقى بتلزق كده. بس هتاخد منك 10 دقائق كده عجن كده حلو، تعجني حلو كده زي ما انت شايفه كده، لغايه ما العجينه بتاعتك تنعم معاكي بالمنظر ده، تبدا تنعم كده. نبدا بقى نحط لها الزيت بتاعنا. شايفين العجينه معايا عامله ازاي؟ هي بتبقى تقيله بس في ايدك شويه، بس انت لازم تعجنيها شويه كده محترمين لحد ما العجينه بتاعتك تنعم معاكي بالمنظر ده. نبدا بقى نحط لها الزيت، بسم الله. وبرده الزيت هننزل بيه معلقه معلقه، ونعجن ونلمها بالزيت بتاعنا. نبدا عشان الزيت بس ما الدنيا ما تبص معاكي. هننزل معلقتين يتوهوا مع العجينه، نبدا ننزل بمعلقتين الزيت التانيين على طول. اسفه، او المعلقتين بتوع تاهو، انزل بمعلقتين التانيين لغايه ما اخلص نص كوبايه الزيت بتاعتي. هفضل اعجن فيها بقى كده مع الزيت لغايه ما هتلم معايا كده. نعجن بالمنظر ده كده عشان تبقى العجينه بتاعتي ناعمه وجميله بالمنظر ده. مش اقل من 10 دقائق عجن، هيديكي احلى نتيجه لاحلى رغيف حواوشي بالمنظر ده. العجن كده يا حبايبي تمام. العجينه هتبقى معايا بتلزق بالمنظر ده، تلزيق كده خفيف. هي كده خلاص خلصت. هركنها بقى تخمر ساعه ولا نص ساعه، نشوف هتخمر في قد ايه حسب المطبخ عندك حرارته عامله ايه. لو المطبخ دافي هتاخد نص ساعه، لو المطبخ عندك بارد هتاخد لها ساعه على ما تخمر. هغطيها بقى بكيس بلاستيك نضيف، واحط عليها فوطه، واسيبها تخمر، ونجهز الحشوه بتاعتنا. حطيت العجين بتاعي بكيس نضيف والفوطه، وهركنها بقى ونبدا في الخضار بتاعنا. كده يا حبايبي بدات كده، غسلت الخضار بتاعي وجهزته. معايا بصل، معايا فلفل رومي، معايا فلفل اخضر حامي، معايا طماطم. بس الطماطم انا حاولت على قد ما اقدر شلت منها الميه والبذور بتاعتها عشان ما تبوظليش العجينه بتاعتي.
هبدا بقى ايه اقطع تقطيع، اقطع كويس كده، اقطع توابل ومش كبير قوي صغير قوي، بحيث ان هو يبقى حلو جوه مع السجق خليه قلب كده. هبدا بقى ايه اقطع معاكم كل كميه الخضار ونشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، قطعت كل الخضار بتاعي اهوت، البصل والفلفل الحامي والبارد والطماطم، وزي ما قلت لكم الطماطم من غير ميه. هبدا بقى اتبلها، احط لها ملح حسب كميه الخضار بتاعتي، واحط لها فلفل اسود، بهارات مشكله، وهديها كمان معلقه كمون. هقلب الخضار بتاعي كله في التوابل ونقطع السجق مع بعض. كده يا حبايبي ده السجق بتاعي، هبدا بقى ايه اقطعه كده بالمقص، هيبقى اسهل ليا من السكينه عشان بس السجق طازه فطري. لو حبيتي يبقى سهل عليكي في التقطيع، ممكن تحطيه شويه في التلاجة يجمد بس شويه، او في الفريزر يعني يمسك نفسه شويه، وبعد كده تبداي تقطعي. هقطع بقى كل كميه السجق اللي معايا ونضيف على الخضار، وبعد كده نشوف عجينتنا. باجي خلاص قطعت السجق، حطيتها على الخضار بتاعي، هقلبهم بقى واركنهم على جنب ونشوف العجينه بتاعتنا اختمرت ولا لا. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، العجينه بتاعتي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن زي شايفين اختمرت وبقت زي الفل اهي. هبدا بقى ايه اخدها بسم الله، بسم الله، اخدها وابدا اقطعها على الارغفه اللي انا هشتغل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه الخميره في العجين تحفه تحفه تحفه. اخد بقى العجينه بتاعتي كده اطلعها من البوله وابدا اشتغل على طول. حطيت العجينه بتاعتي على الرخامه، ابدا بس ادي رشه من الدقيق على الرخامه بتاعتي علشان احط عليها العجينه بتاعتي اللي انا هقرصها بالمنظر ده. وهبدا بقى ايه بسم الله اقطع العجينه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم بالمنظر ده، بالمنظر ده كده، وسم الله. وابدا احط، انت بقى قطعي على قد ايه الرغيف اللي انت حباه بالمنظر ده. بسم الله. الم العجينه بتاعتي كده زي السره كده بالمنظر ده، واحط عجينتي. قرصي بقى وقطعي على قد الحجم اللي انت حباه، حجم الرغيف اللي انت حباه هتقطعي على قده بالمنظر الحلو ده. لم عجينتي بالجمال والحلاوه دي. بعد ما قرصت العجين بتاعي هغطيه برده مره تانية يبدا يهدى ويرتاح كده 10 دقايق قبل ما اشتغل فيه. كده يا حبايبي العجينه بصوا بتاعتي اول ما بترتاح ما شاء الله تبارك الرحمن تبدا تفرد ايه معايا كويس، ومش هتتعبني في الفرد. افرد بس وايه ارقق عشان العجينه بتاعتي تبقى حلوه. طبعا انا بفرد عجينتين وبحط واحده فوق واحده وابدا اعملها مع بعض. هفرد بس معاكم واوريكم ازاي بنفرد واحده، وبعد كده شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن ادام خمرانه معايا زي الفل ومرتاحه هتفرد معايا وتبقى زي الفل ومش هتتعبني خالص. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين بتفرد معايا ازاي. خلي بالي بس من الاطراف برضه عشان ما تبقاش الاطراف بتاعتها سميكه، تبقى حلوه. ما تخافيش اشتغلي، اي حاجه بنعرف نداويها لو حصل ايه اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن فردناها اهيت مدوره، نفرد واحده كمان زيها عشان نحطها فوقيها كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. فردت الحشوه بتاعت السجق على العجينه، وفرقت واحده تانية من العجينه زي ما انتم شايفين. هبدا انزلها على اختها وهبدا اقفل العجينه بتاعتي، افردها عليها كويس زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بسم الله اقفل العجينه بتاعتي كده بالمنظر ده. ادوس كويس واقفل الفطيره بتاعتي او رغيف الحواوشي بتاعي كويس قوي بالمنظر ده.
باخد اللي تحت على اللي فوق بالمنظر ده لغايه ما اقفل الرغيف بتاعي كله. حاول ان ما اجيبش الحشو على الاطراف، خلي الاطراف فاضيه عشان اعرف اقفل الرغيف بتاعي كويس. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين رغيف الحواوشي بتاعي عامل ازاي؟ ما شاء الله. دي صينيه كبيره زي اللي بناكله في اسكندريه، انا عاملاها بحجم كبير. ديت ممكن تحطي على وشها جبن وتبقى زي البيتزا، ممكن ترش عليها سمسم وحبه البركه. وهنشوف برضو طريقه تانية هنشتغلها مع بعض. طريقه تانية ان انا هعمل ارغفه اصغر شويه، يعني هفرد العجينه بتاعتي، مش هفردها قوي. شايفين العجينه بتاعتي مرتاحه ازاي؟ علشان هحط لها الحشوه وبعد كده هرجع افردها في الصينيه زي ما بعمل القرص بالظبط. شوفوا انتوا لما بتيجوا تعملوا القرصه بتعملوها ازاي. هفرد العجينه بتاعتي، مش هفردها قوي علشان انا لسه هفردها بعد ما احط الحشوه بتاعتي في قلبيها. بس دي الرغيف بتاعها ممكن يبقى وجبه لفرد واحد. هبدا احط الحشوه بتاعتي بسم الله بالمنظر ده، وهبدا اقفل العجينه بتاعتي، الم العجينه بتاعتي زي السره كده بالظبط زي ما انتم شايفين. ابدا الم عجينتي كده زي السره، الفها كده في ايدي بسم الله، اقفلها قفله كويسه واسيبها برضو ترتاح قبل ما ابدا افردها الفرده الاخيره في قلب الصينيه بالمنظر ده. هسيبها ترتاح واعمل بقيه الارغفه بتاعتي. ده يا حبايبي دي اول حاجه معايا. هبدا دي هعملها بوش بيتزا. هديها رشه من الجبن، معايا جبنه رومي، هديها رشه كويسه من الجبن الرومي والموتزاريلا اللي موجود عندك بقى. يعني موجود عندك ميكس جبن، موجود عندك رومي، موجود عندك موتزاريلا، اللي موجود اشتغلي بيه. انا عندي رومي وعندي موتزاريلا، فاديها شويه من الجبنه الرومي وشويه من الموتزاريلا عشان تديني وش حلو، واديها شويه من الموتزاريلا. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي، الفرن بتاعي سخن، لازم البيتزا بتاعتي تخش او الحواوشي بتاعي يخش على فرن سخن جدا عشان يديني نتيجه كويسه. هبدا اديها برضو اي جرنش انا عايزاه، شرايح كده من الطماطم، فلفل اخضر، المنظر ده، قطع من الزيتون، شرايح كده من الزيتون، وعلى طول هدخلها على فرن سخن. ودي طريقه تانية اللي من غير وش بيتزا. فردت العجينه بتاعتي، هديها رشه ميه علشان الدقيق اللي عليها، رشه بسيطه كده من الميه، واديها رشه من حبه البركه، ورشه من السمسم، وهدخلها الفرن. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن خلصنا الحواوشي بتاعنا الاسكندراني. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الحاجه، بس ايه صينيه سخنه. شايفين البيتزا، وش البيتزا طالع ازاي، وشايفين ممتاز 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 ممتاز. والعجينه التانية اللي هي بالسمسم وحبه البركه، شايفين السوا بتاعها بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السوا بتاعها ممتاز ازاي، اللون جميل جدا جدا. دي ارضيه الحواوشي. شايفين الرغيف عامل ازاي، عمل لي كميه كبيره جدا تاكل اسره كبيره. كيلو عمل لي كميه كبيره جدا. لسه كمان في الفرن بيستوي. هقطع كمان البيتزا واوريها لكم. شايفين يا حبايبي السوا، شايفين السوا وشايفين الحشو بتاعنا زي الفل اهو. كل حاجه مستويه وجميل جدا جدا جدا. يلا بالف هنا وشفا، وجربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. تبارك الرحمن، شايفين السوا، شايفين اللون، شايفين الحشو بتاعنا ما شاء الله تبارك الرحمن.
تحفه 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 تحفه. جربوها بنفس الطريقه ونفس المقادير ونفس التكنيك بتاعها، هتطلع معاكم ممتازه. وما تنسونيش يا حلوين يا امارات لايك وشير وكمان اشتراك.